لا أعرف من أي منطقة من سوريا تحدثنا. السلام عليكم، يعطيك العافية أختي. أهلا. أولا تحية لقناة البي بي سي، من أطفال درعا لقناة البي بي سي لوقوفها مع أطفال ونساء وشيوخ درعا. ما أود أن أتكلم به هو المأساة الإنسانية الحاصلة هذه اللحظة. فمطالبنا الأولى هي إيقاف هذه المأساة الإنسانية، وتتمحور فيما يلي: إطلاق الرصاص الحي على كل شخص يخرج من بيته، حتى أنه اليوم لم تقام لا صلاة جمعة في جميع مساجد درعا مدينة درعا، سواء درعا. هل أنت موجود في درعا سيد رائد العلي؟ نعم موجود في درعا في أحد الأماكن يا أختي، لا أستطيع أن أذكر لأن هذا النظام القمعي هو يلاحق أي شخص، وهناك 4 سيارات عسكرية تتبع الإشارات. أي شخص يتصل من أي مكان يذهب إلى هناك لإلقاء القبض عليه. دائما ننتقل من مكان إلى مكان، لا نستطيع تحديد أماكننا. نعم يا أختي. تقول أن صلاة الجمعة لم تقام في مساجد درعا اليوم؟ لم يستطيعوا، لأن القناصة منتشرة في كل شارع، في كل حي هنالك قناصة، هنالك جرحى. أي شخص يخرج اليوم، لم يخرج أحد. هذه نقطة يا أختي، ولكن أنا ما أطالب فيه، ما أريد أن أتكلم عنه، هو المأساة الإنسانية. انقطاع التام للكهرباء والماء وجميع مصادر الحياة، وسرقة الطحين من الأفران. ولا توجد أفران تعمل في درعا. نحن في أهل درعا معروف عننا شيء هو المونة، يمونون الطعام، ولكن نفذت هذه المونة بسبب الحصار الخانق على أهل درعا. مأساة إنسانية. نناشد كل أحرار العالم، نناشد العرب، لا نناشد الغرب، نناشد العرب، الرؤساء العرب، الجامعة العربية. هنالك قتل بالجملة. الآن أنا أتكلم معك، أهالي قرى ومدن درعا متجهين إلى درعا، وهم أعدادهم بمئات الآلاف. والأمن والقناصة بالآلاف منتشرون على طريق النعيمة والطريق الغربي لدرعا والطريق الشرقي، وهؤلاء القادمون مصممون على فك الحصار. قد تحدث مأساة إنسانية في هذه اللحظة. يعني هم يتجهون أهالي درعا والمناطق المحيطة بها، القرى والمدن المحيطة، لفك الحصار. أريد أن أخبرك عن شيء سيدتي الكريمة. أنا أريد أن أتكلم عن المأساة الإنسانية. هذا هو، نحن نريد وقف هذه المأساة. حالات ولادة، والله حالات ولادة الآن تتم في البيوت، والنساء تصاب بأمراض تتعلق بالولادة، لا نستطيع معالجتها، لا نستطيع إخراجها. ليس هذا فقط، حتى تأتينا اتصالات من خارج درعا. تخيلي. والله العظيم هذا كلامي صحيح. بنات درعا. سيد رائد العلي، بما أنك تتكلم من درعا، لا أعرف من أي منطقة هناك، كانت معلومات تحدثت عن أن 4 جنود من الجيش السوري قتلوا في درعا. يعني هل من معلومات حول هذا الموضوع؟ هل علمتم بهذا الأمر؟ نعم، ونحن الذين نشرنا الأسماء، ونشرنا وصية أحد الشباب وهو من مدينة حماة من السلمية، قتلوه وأعطوه الوصية. من أين نحن نعرف رقمه العسكري؟ من أين نعرف أفراد عائلته؟ وكتبنا أسماء أفراد عائلته، وهو من السلمية. هذا كلام صحيح. بعض أفراد الجيش الشرفاء وقفوا مع الشعب. هذا ما جعل الحكومة يجن جنونها وترسل الدبابات. أريد أن أخبرك شيء يا سيدتي. لا يعني قبل أن تخبرني ما تريد قوله، دعنا نتحدث عن موضوع يعني من قتلوا من الأفراد الجيش السوري. هل من معلومات حول الطريقة التي قتلوا فيها؟ ما دمت يعني كنت على تواصل أو يعني على علاقة قريبة مع أحدهم كما فهمت من كلامك. هؤلاء أفراد الجيش في أثناء إطلاق النار قوات الأمن أمرتهم، طبعا الفرقة الرابعة وقوات الأمن والأمن المركزي، طبعا الأمن بكافة أشكاله، ممكن أكثر من 13 فرع للأمن في سوريا. هؤلاء أمروا الجنود بإطلاق النار على المتظاهرين، يضعون الجنود العساكر في الواجهة حتى إذا مات يموت من الجنود. الشرفاء من الجنود رفضوا، منهم من أطلق النار على الجنود، الأمن أطلق النار على الجنود، وبعض الجنود انضم إلى الشعب. وفي الفيديوهات التي نشرناها على الإنترنت مجموعة من الجنود تهتف مع الشعب. هناك نعم انشقاق في الجيش، هذا أكيد، ولكن بنسبة أفراد، ليست بنسبة كتائب كبيرة. هذا ما نريد يعني أن نوجه له. والمهم يا سيدتي ما حدث البارحة، نحن نؤكد لكم قصف المنشية، منطقة المنشية، وأيضا قصف حي الأبازيد. هاي الحي الأبازيد هو نفسه الحي الذي اعتقلوا منه 25 طفل. وتخيلي حتى هذه اللحظة لا يجرؤ أهالي الأطفال على تصوير أولادهم، والله طلبنا منهم ذلك ولم يجرؤوا، لأن النظام هددهم بإبادة أولادهم جميعا. طيب.
نعم أريد أن أقول لك يعني دعنا نتحدث هنا عن المطالب. يعني الحكومة السورية تقول إنها بدأت عمليات إصلاحات ضخمة هي يعني تسير في طريق الإصلاح. نعم. ولكن يعني هناك مندسون بين صفوف الناس. نعم. هي تقول إن مطالبكم مشروعة. طيب. كثير من المطالب مشروعة، ولكن هناك مندسين، ولهذا يتطور الوضع الأمني إلى ما هو عليه في سوريا الآن أين أصبحت مطالبكم؟ ما هي مطالبكم الآن؟ أريد أن أقول لك شيء عن الإصلاحات التي أحدثوها. بعد الإصلاحات أكثر من 500 شهيد وآلاف الجرحى، آلاف الجرحى، ليس عشرات، مئات، آلاف الجرحى. هذا في كل سوريا. عندنا في درعا أكثر من 500 جريح وكلهم يعالجون في البيوت، والله العظيم في البيوت. أولا لو كانوا صادقين أنا أطلب منهم أن يرسلوا أي شبكة إعلامية أو مؤسسة إعلامية خارجية، طبعا لا تتبع لهم، فنحن نعرف نفاقهم. أولا أريد أن أقول لك عن الذي ظهر على التلفاز، مصطفى عياش. هذا مصطفى عياش اتصل بنا والده. يعني دعك نعم. من يعني نعم. توجيه الاتهامات لاشخاص بعينهم. كنا نتحدث عن المطالب السياسيه التي نعم تتحدثون عنها. لنا مطالب حاليه آنيه: وقف القتل، وقف الحصار. هذه ويترك اهل درعا وشانهم. لا نستطيع احضار الطحين. هذه المطالب الآنيه التي نريدها الان. الشعب يموت. ولنا مطالب سياسيه اخرى ايضا. لنا واحد: تطبيق قانون الطوارئ، التطبيق الحقيقي، وحل الأجهزة الأمنية القمعية. نعم نحن مع أمن البلد، ولكن ليس بالطريقة التي هم يصورونها. ثالثا أن يعترفوا بنا كطرف في هذا البلد. هم عصابة، هم يعتبرونها مزرعة الأسد، يتصرفون كيف يشاءون. نحن طرف. هذا ثالث. رابعا عودة المهجرين. أكثر من 250 ألف مهجر الآن بعد هذه الأحداث. أكثر من 1,000,000 مهجر أصبحوا. كل أبناء درعا الذي يدخلوا عن طريق المطار أو عن طريق الحدود الأردنية يتم اعتقالهم. يبقى الاعتقال لمدة 10 أيام، وأحيانا لا يعود. هذا هم يقولوا إصلاحات. طيب إصلاحات، ليش قطع الكهرباء؟ ليش منع الماء عن درعا؟ هل يعني يعني 1,200,000 هم كلهم مندسون؟ يا أخي ليش الدبابات؟ العصابات يقاتلوهم مثل ما بتقاتل الدبابات بالرشاشات. هنالك وسائل اعلام مستعده ان ترسل صحفيينها، مستعده ان يضحوا بحياتهم من اجل الحقيقه. يعني السلطات تقول ان الوضع الامني تدهور بسبب وجود هؤلاء المندسين بين صفوف المتظاهرين، وهم يقولون انهم يحاولون. يعني انا انقل لك يعني هذه روايه رسميه. هذا ما تقوله الدوله، ومن واجبنا نحن ان ننقل ايضا وجهه النظر الرسميه في هذا المجال. ارد عليها يا سيدتي. قضية المندسون هي اختلقها النظام السوري لتضييع الحقيقة. الحقيقة أن الشعب يقتل. هو يثير قضايا لتضييع وقت الإعلام. هذا هو ما يفعلونه. المندسون لا يوجد أي أثر لأي مندس. يا سيدتي أحد أبناء درعا هو مسيحي خرج وهتف لدرعا وهو مسجل وصوته. هل هذا سلفي؟ لو كانوا سلفيون هل يرضى هذا الشاب المسيحي أن يقف بينهم؟ يعني هل مئات الآلاف في درعا الآن خرجوا والله متجهين، وأطلاق الرصاص جاءنا الأخبار هي إطلاق الرصاص في قرية اليدود من الجهة الغربية. لا يجرؤوا أن يدخلوا من جهة أنعيم من الجهة الشمالية بسبب أكثر من 1000 عنصر أمن. وإطلاق الرصاص يا سيدي قذف إطلاق رصاص مدفعي. طيب أنتم الآن يعني أسابيع مرت على هذه التحركات سيد رائد العلي. سقط الكثير من القتلى والكثير من الجرحى، بغض النظر عن تحديد أعدادهم، ولكنهم يعني أعداد كبيرة جدا. إلى أي مدى أنتم مستعدون للبقاء في الشارع، للبقاء يعني والمطالبة بهذه المطالب التي ذكرتها قبل قليل، قبل أن يعني تصيب هذه الحركة التعب والإنهاك جراء يعني عوامل عدة ليس أقلها الوضع المعيشي للناس؟ يا سيدتي نحن باقون في التظاهر السلمي، حصرا السلمي، ولن نرفع السلاح حتى لو أبادونا. لم يبقى منا رجل حتى تتحقق مطالبنا. نعم هم يستقوون علينا. نحن نقوله مثل حكم درعا. هو يقول المثل: أبوي بيقدر بس على أمي. هو ترسانته العسكرية موجهها إلنا. هاي الترسانة لازم تتوجه لعدو ثاني خارجي مو إلنا. هو أبوي بيقدر، هو معه الترسانة، إحنا معنا رب العالمين، هو راح ينصرنا. حتى لو لم يبقى منا رجل سنبقى في المظاهرات. وهذه اللحظة مئات الآلاف. أناشد أحرار العالم والله العظيم مئات الآلاف تتجه إلى مدينة درعا، وقد تكون اليوم القتلى بالآلاف إذا لم يوقفوا عصابات
الأمن وأن درعا والجميع حتى الأطفال درعا لن تركع. والله يطلق الرصاص على المظاهرات النسائية. نعم. شكرا والله لك. على المظاهرات النسائية يطلق الرصاص وعلى الأطفال. نعم. اليوم جاءنا خبر أريد أن أبثه على الهواء، زوجة شخص يدعى في درعا صلاح العراقي قتلوها اليوم في درعا طريق السد. والله العظيم يعني نحن لن نركع، نحن درعا لن تركع ما دام فيها طفل يرضع. شكرا.